السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آه، كيف في علم الجامع أن المغرب مساء اليوم الجمعة ضرب واحد الزلزال بقوة 7 على سلم ريشتر. 7 تبارك الله كثيرة. ضربة قوية ضربت النواحي ديال مراكش جهة أكادير وديك المنطقة ديال غير. والحمد لله راه سلم الله سبحانه وتعالى هذه المرة. وكانوا ارتدادات، كانت واحد ارتداد قوي، واحد 6 على سلم ريشتر، وغيبقاو ارتدادات، وكانوا تقريبا مئات ارتدادات حوالي المنطقة. تقريبا كيف سمعنا في الأخبار المغربية تقريبا واحد 40 كيلومتر تقريبا اللي دايرة بالمنطقة الرئيسية ديال جهة مراكش والنواحي. والحمد لله الله سبحانه وتعالى سلم، ونسأل الله رد القضاء بقضاء خير منه. اللي كنوصي المغاربة انهم يثبتوا، ما يبقاوش دابا راه غتكثر الهضره وغيكثر لا راه غيجي مع الجوج، غيجي مع الثلاثه، غيجي. الله سبحانه وتعالى كيعلم. الارصاد الجويه في الرسميه في المغرب راه قالت غيكونوا ارتدادات، وغيبقاو ارتدادات تقريبا الاسابيع على علمهم. الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. ولكن بنادم ما يهولش الامر. الله سبحانه وتعالى راه تقدر شحال قدك تبقى حاضي، شحال قدك تبقى فايق، وتبقى فايق 24 ساعة 3 أيام. بقات الناس قدر الله سبحانه وتعالى يكتب المكتاب ديالو. الناس ترد عقلها لراسها وتثبت، ما يتخلعوش. الله سبحانه وتعالى راه أن الحياة هي هادي، راه لما متي في الزلزال غتموت بأي طريقة غتموت بها. الأهم من هادشي هو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا نتخلقوا بأخلاق حسنة. راه علاش كنوصيو الناس يتخلقوا بأخلاق الحسنة، لان راه هاد الازمنه راه الناس تعول على الموت الفجأة، وتعول على كيف كيقولوا هاد المصائب ديال اللي اجواء الزلازل، البراكين، الفيضانات، قلة الشتاء، المشاكل، الحروب. راه هادشي راه كينذر بان راه غيكونوا امور بحال هادشي. ولكن اللي كتنسى الناس هي ان ترجع الله سبحانه وتعالى. يا المسلمين رجعوا الله سبحانه وتعالى، رجعوا الله سبحانه وتعالى، وفكروا في ان راه فرمشة عين تقدر تلقى راسك في قبرك. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الزلزال يفيق الناس، وبالخصوص يفيق المغرب، لان المغرب أمة عظيمة. المغرب بغى اللي بغى ويكره اللي يكره، أمة عظيمة المغرب، وغتبقى عظيمة. والله سبحانه وتعالى الله ينصر الإسلام والمسلمين. وكيف كنقول المغاربة ردوا عقلكم وثبتوا، واذكروا الله سبحانه وتعالى، وكثروا من الدعاء، لأن الدعاء كيرد القدر. الدعاء أكبر سلاح للمؤمن. دعوا الله سبحانه وتعالى يلطف بهذه الأمة، ويدوز هذه الوقيته بخير وعلى خير. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الناس ترد المظالم الموالية، الناس اللي ما مخرجاش الزكاة تخرج الزكاة، الناس اللي كتفيق كتمشي تحت الدولة بدون مبرر شرعي، حتى كيمشيو حقا انقلابات، المشاكل بين الخوت، المشاكل بين الأسر، المشاكل بين الدول، المشاكل بين الجيران، على والو. الله يلطف بهذه الأمة الإسلامية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الناس توعى بحقيقة الإسلام، لأن الإسلام أخلاق ماشي كله عبادات. الإسلام أخلاق، الإسلام أخلاق يا أمة الإسلام، الإسلام أخلاق. ما نبقاوش مدينا في العبادات. العبادات ايه ضروريه، هذه ما نتناقشوش عليها. صلاه، صوم، زكاه، حج، لمن استطاع اليه سبيلا. العقيده تكون صحيحه، ولكن الاخلاق راه ما دام الناس كتلقاهم عباده من داكشي الرفيع، ولكن راه في المعامله الاخلاق راه كتلقاها زيرو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدوز الأزمة على المغرب بسلام، وتدوز بخير وعلى خير، ونوضوا منها أقوى، نوضوا منها أقوياء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن المغاربة، وأنا متفائل بأن المغاربة غينوضوا أقوياء من وراء هذا الإنذار
الرباني سبحانه وتعالى. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الصحة والسلامة لجميع المغاربة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ما تكونش خسائر بشرية، لأن الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش الظلم، ما كيبغيش الناس تأزم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الخير لجميع المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد القضاء بقضاء خير منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف فيما جرت به المقادير، والله يلطف بهذه الأمة المغربية. وآخر دعوانا الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم.